السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا والدين إحسانا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوان ويا الأخوات، حيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة، منها نعمة الإيمان والإسلام، وكذلك نعمة الصحة والعافية، حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيب المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق والخلوق. الآن في هذه المناسبة السعيدة سألقي كلمة أو كلمتين تحت الموضوع احترام الوالدين ومعلمين. أيها الحاضرون الكرام، إن للوالدين على أبنائهم حقوقا كبيرة ومكانة عظيمة سبب وجودكم في الحياة، فكم تعبا من أجلك، وكم سهرا على راحتك، وكم تحملا من العانة ومشقة حتى ترضى. قد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة لا تعدلها منزلة، فجعل برهما والاحترام إليهما والعم على رضاهما فرضا عظيما، وذكره بعد الأمر بعبادته، فقال جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. وجعل الله للوالدين وجعل الله بر الوالدين من أعظم العمل وأحبه إليه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة في وقتها. ثم قال: أي العمل؟ قال: ثم بر الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وكذلك المعلم له فضل كبير علينا، وعلينا أن نحترمه ونقدره ونجله، فهو في مقام الوالد لكل طالب من طلابه. أيها الحاضرون الكرام، الاحترام إلى الوالدين ومعلمين هي طاعته وإظهار الحب والاحترام له، ومنها مساعدتهم لكل وسيلة ممكنة. فضل المعلم فقال: إن الله وملائكته يصلوا
إن الله ملائكة وأهل السماء والأرض حتى نملة في جهرها وحتى حوتا في الجوف البحر ليصلون المعلم الناس الخير. وقصرا كفيت كلامي هنا، شكرا كثيرا. أخيرا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم